ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هكلمكم عن مكمل كل الناس بتلجأ له لما تحب تزيد في الوزن، وهو الماس جينر. Drop, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press. مين فينا ما بيفكرش يجيب الماس جينر او مكملات الجيمر بشكل عام لما يحب يزيد في الوزن؟ في الفيديو ده هعرفك ايه هي مكملات الجينر، بتتفاعل مع جسمك ازاي، امتى تكون محتاجها فعلا، وتقييمي ليها، وهل هي ليها اضرار ولا لا. Few moments later. اول حاجه معانا، يعني ايه مكملات الماس جينر؟ مكملات الماس جينر دي مكملات بتعوض احتياجك وبيبقى فيها سعرات حراريه عاليه وبروتين عالي وبتخليك تزيد في الوزن. تاني حاجه في فيديو النهارده هو اللي انا فعلا محتاج اجيب الماس جينر ولا لا. بص يا صديقي، اقول لك حاجه، ان اللي عايز يجيب الماس جينر ده شخص من الاتنين: واحد عامل نظام غذائي وبيروح التمرين وبيتمرن ومكسر حديد وعنده معضله ان هو ياخد سعراته الحراريه والبروتين الكافي. اما الشخص التاني فهو شخص عمل كل اللي عليه وخد ادويه وي ومش عارف يزيد في الوزن، ومشكله نقص الوزن دي بتسبب له مرض. تالت حاجه في فيديو النهارده هو ازاي الماس جينر بيزود وزننا. هقول لك يا صديقي، يعني انت مثلا محتاج 1000 سعر حراري و50 جرام بروتين، بس خلينا في السعرات الحراريه الاول. محتاج 1000 وانت بطنك بتخليك تاكل ما 500 وما بتقدرش تكمل الباقي. فمثلا عندك الماس جينر، انا كنت جاي يعني عندك مثلا الماس جينر هنا عندك 50 جرام بروتين للحصة الواحدة و 1250 سعر حراري. طبعا الشكارة 5 كيلو و400 جرام، عشان 5 كيلو و4 جرام 16 حصة. زي ما احنا قلنا قبل كده ان السعرات الحرارية هي اللي بتزود وزنك مع البروتين مع الدهون، فهو ده العامل اللي بيخليه يزود وزنك. طيب هل فعلا المكملات الغذائية اللي هي زي الماس جينر ليها اعراض جانبيه؟ الاجابه هي بس مش لكل الناس. الناس اللي عندها حساسيه مفرطه من اللاكتوز زي البيض والصويا والحليب، وللاسف الثلاثه دول من مكونات الماس جينر. مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، بس هصورها لكم وهحطها لكم مع الفيديو. طيب ونيجي للسؤال الحاسم. تجربتي انا معاه بصراحه ما كانتش احسن حاجه، ما لقيتش حد يجي يقول لي ازاي بتعمل، عشان انا مشيت على التعليمات اللي موجوده هنا. مش عارف انا فهمتها غلط ساعتها ولا ايه، بس كان هو قايل لي بتحط سكوبين. طبعا بسم الله ما شاء الله السكوب كبير كده شبه خاطر اللي هو البريل بتاع الغسال ده. وانا في اول يوم استخدمته حرفيا انا حطيت سكوبين كبار على ازازه ميه اللي هي الصغيره ب 5 جنيه دي، وبهدلت الدنيا. وقبلها كنت واكل طبق رز ومكرونه بص، هو كطعمه ما تجيبش الشوكولاته. شفت اللي هو اللبن بالشوكولاته اللي انت بتشتريه من بره ب 6 جنيه اللي هو ميلك والحاجات دي، طعمه هو. بس انا في رايي انت دلوقتي، انا كنت جايب الماس جينر ده ب 1200 جنيه. دلوقتي مش عارف بصراحه هو عامل كام، غالبا دخل في 1500 مع زيادة الاسعار او 2000 جنيه. فانا في رايي الفلوس اللي انت هتدفعها في الماس جينر حوشها في اكلك. والله صدقني في خلطه انا عاملها اللي هي بتاعت الموز والشوفان والعسل وزبده الفول السوداني وكده، طبعا الناس كلها عارفينها، ولو مش عارفها انا كده عامل فيديو ليها، هتلاقيها اول فيديو ليا خالص على القناه. بس نصيحه مني، بلاش تجيبه وخليك في الاكل الطبيعي احسن. والمشروب ده صدقني هيخليك تزيد في الوزن. ودلوقتي هنزل لك صوره للميزان اول ما بدات اشرب المشروب واخر ما خلصته وزني زاد قد ايه. بس كده دي المعلومات اللي كانت عندي النهارده. بس تعملي لايك وفولو وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.